السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وخير وسعادة. النهاردة هنعمل مع بعض كباب الفراخ، حلو جدا وسهل واقتصادي. تعالوا نشوف الفيديو على طول. قبل ما نروح على الفيديو على طول اعرفكم بنفسي، لو اول مرة تشوفي قناتي انا صافي من قناة ملكة في بيتك. متنسوش فعل الجرس ليظهر لك كل جديد. يلا نروح على المقادير وطريقة التحضير. صلي على رسول الله. معايا هنا صدور فراخ او بانيه. انا هنا كان عندي قطعتين من البانيه، قطعتهم بالشكل دوت وطبعا غسلتهم كويس. هبتدي بقى اخليهم على جنب كده. ومعايا هنا الكبة وهضيف الخضرة، هقطعها بالشكل ده بس هشيل العروق ديت وهبتدي اضيف الخضرة من تحت كده زي ما احنا شايفين. هشيل بقى الجزء ده وهضيف الخضرة، اقطعها عشوائي لان لسه طبعا هنفرمها. ومعايا فلفل الوان وهبتدي بقى اقطع برضو. التقطيع بتاعنا كله عشوائي ادام هنفرم يبقى التقطيع بيكون عشوائي. هضيف بقى شوية من الملح. بعمل حساب كمان ان لسه هضيف البانيه فبزود عشان لسه هضيف البانيه. وشوية من الكمون، حاجة بسيطة كده من فلفل الاسمر. هديهم بقى ضربتين كده مع بعض بالشكل ده وهبتدي اضيف البانيه. عايزه اقول لكم البانيه هتلاقوا فيه زي دهون كده بسيطه، وانا بعد ما افرمها هطلعها. بصوا شايفين كده اهو في دهون بسيطه جدا. دي بتطلعيها، الحاجات البيضه دي بنطلعها خالص. وعندي هنا ميه بصل بضيف عليها شويه من الملح وكمون، حاجه بسيطه قوي. ومعلقة صغيرة أو نص معلقة صغيرة من البابريكا، وبقلبهم كويس جدا مع بعض بالشكل دوت. وهبتدي بقى لازم أدهن إيدي كده زي ما بتيجي تعملي الكفتة الرز بتدهنيها بالزيت. أنا هعملها بمية البصل كده عشان اخد قطعة من الكفتة، وابتدي بقى إن أنا أعملها بالشكل دوت في على عصاية الشيش طاووق بالشكل ده. وطبعا برص في الطبق بتاعي وهكذا لحد ما اخلص الكمية. ما تنسيش صلي على رسول الله. كده اهو. عايزة اقول لكم بتبقى جميلة جدا. وطبعا كل مرة بتدهني ايديكي من مية البصل والتوابل اللي احنا عملناها الجميلة بتاعتنا دي، وتكوني ظابطة الملح بتاعها عشان تديكي الطعم الحلو اللي بجد انا دقتها والله العظيم فظيعة بجد، حلوة جدا. شايفين الدهون ديت؟ هي دي بقى اللي ايه لازم تشيليها عشان هتبقى وحشة جدا معاكي في الاكل بالشكل ده. صلوا على رسول الله وما تنسوش حطولي اللايك الحلو بتاعكم. لو جربتيها اكتبيلي في الكومنتات، لو ما جربتيهاش بجد الوصفة ممتعة وحلوة جدا جدا بجد تستحق التجربة. طبعا شوية مية البصل دول انا عايزاهم مش هرميهم. وهنا حطيتها في الفريزر حوالي ساعة وطلعتها اتشمعت كده. وبدأت ان انا مية البصل اللي كنت شايلاها وادهنها من على الوش كده حاجة بسيطة بالشكل ده. طبعا الفرشة بتسهل علينا كتير جدا. بصوا الكفتة مش بتتحرك معايا ازاي عشان انا حطيتها في الفريزر فطبعا متماسكة. معايا بقى طاسة كده ومعلقة من السمنة، وهبتدي اضيف بقى الكفتة بتاعتي واسيبها بقى كده على نار هادية. الاول هكون معلية النار وبعد كده اهدي النار شوية. بفكرك دايما تذكري الله.
هنزل بقى بالكفتة كده واحدة واحدة. عايزة اقول لكم يعني شكلها يفتح النفس. وهعمل تكة كمان، التكة دي يعني بصي، اوعي تقولي مش هعملها، لا لازم تعمليها عشان هي فعلا اللي هتديكي الطعم التحفة اللي بجد هيعجبك قوي قوي. وفعلا الكفتة دي تستحق ان هي تطلع ترند، بجد جميلة جدا. لونها بس كده يعني، عايزه اقول لكم فلفل الالوان مع الخضره مع كل دوت بيدي شكل كده جميل، والطعم بيبقى روعه. وعايزه اقول لكم كمان، بصوا يعني هما شريحتين بس من البانيه، وبصوا عملوا معايا ما شاء الله، يعني عملوا معايا 10 من الكفته، حلو جدا. وتقدري طبعا يعني شوفي لو جبتي نص كيلو بانيه هيعمل معاكي قد ايه. هنا بقى بعد ما خلاص بقى حمرت الكفتة بالشكل ده، هبتدي بقى اجيب حتة فحماية كده، بس هجيب طبق كده عشان مش هينفع احط الفحمة كده في وسطها، الطبق بالشكل دوت. وطبعا يكون مرفوع شوية، انا كده طفيت النار خلاص. وادي الفحمة طبعا ولعت عليها لحد ما كلها ولعت كده، وحطيتها بالشكل ده، وهضيف عليها معلقة كده من الزيت، وهغطيها. اهم حاجة انك لازم طبعا تغطيها عشان الدخان اللي هيطلع منها كله، بصوا شايفين الشكل ده، لازم كل ده بيدي الطعم بتاع الكفتة. وكده لحد ما خلاص البخار كله خرج، وهو ده الشكل النهائي بتاع الكفتة بتاعتنا. يا رب تجربيها وتعجبك، وما تنسيش تدعميني باللايك الحلو بتاعك. ويا رب اكون قدرت افيدك حتى لو بحاجة بسيطة. ما تنسيش اذكري الله، ادعي لي دعوة حلوة لكم ولنا بالمثل ان شاء الله. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب يكون عجبكم. وعايزة اقول لكم ده كمان المفروض ان هو رز بسمتي، بس هنزل لكم الطريقة بتاعته بعد الفيديو ده ان شاء الله على طول. بس للأسف ده بقى مش ايه، مش رز بسمتي، اكتبولي بقى ده ايه. انا عارفة ان انتوا شاطرين وهتعرفوا. مش هطول عليكم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في امان الله. شايفين المنظر رهيب ازاي؟ انا لسه موجودة، لايك يا عسل وبطلي كسل. دمتم في امان الله.